بيمثل 17% من اللي الطفل بياكله ويشربه كل يوم، ونص الكميه دي جايه من المشروبات اللي فيها سكر مضاف. والتوصيه للاطفال من سنتين وفوق اقل من 25 جرام، حوالي 6 معالق صغيره سكر مضاف في اليوم. مشروب غازي واحد ممكن يعدي الكميه دي كلها لوحده. والحل مش الحرمان المطلق، الحل انها تبقى استثناء واضح، يوم محدد في الاسبوع مثلا الويك اند، مش عاده بتتكرر كل يوم. رابع حاجه على طول بتتعمل، كل خضارك عشان تاخد شوكولاته. لو عملت اللي قلت لك عليه هجيب لك ايس كريم. الجمله دي بريئه شكلا وكل قالتها في يوم، بس خليني اوريك ايه اللي بتعمله للطفل من غير ما تقصد. انت بتقول له ان الخضار مهمه واجبه والشوكولاته هي الجايزه، فبتزود رغبته في الحاجه الوحشه وتقلل رغبته في الكويسه، عكس اللي انت عايزه بالظبط. واخطر من كده، انت بتربط الاكل بالمشاعر بدل ما تربطه بالجوع. الاطفال من 5 ل7 سنين اللي اهاليهم كانوا بيستخدموا الاكل كمكافاه اكلوا سعرات اكتر بشكل واضح من السناكس وهم مش جعانين اصلا، لما تعرضوا لضغط عاطفي بسيط. يعني الطفل ده بيتعلم ان الزعل بيتحل بالاكل، مش ان الاكل بيتحل بالجوع، وده الاساس اللي بيبني الاكل العاطفي اللي بيلازم الانسان طول عمره. والحل موجود وبسيط، مكافأة الطفل بحاجة مش أكل، لعبة، وقت لعب، تشجيع، حاجات مفيدة فعلا تخليه ياكل فاكهة وخضار أحسن. وحتى الأكل اللي كان مش بيحبه قبل كده يعني كافئه بس مش بالأكل. ال5 دي العادة اللي بنستهين بيها أكتر من أي حاجة. ميعاد النوم متأخر، الطفل بينام الساعة 12 أو 1 وإحنا بنطمن نفسنا هو بيصحى متأخر برضه، يبقى ماشي الحال. بس التوقيت نفسه بيفرق، مش عدد الساعات بس. جسم الطفل بيفرز هرمونات النمو والإصلاح في ساعات معينة بالليل، زي ساعة مظبوطة. لما الميعاد يتأخر يتلقلق، الساعة دي بتتلخبط. التعرض للضوء بالليل ممكن يأخر إيقاع طفل بيولوجي لحد 3 ساعات، وده بيعمل تأثيرات متتابعة على المزاج والسلوك والتعليم. الطفل من 6 ل 13 سنة محتاج من 9 ل 11 ساعة نوم في الليلة. الطفل اللي بينام 12 ساعة ولازم يصحى 7 للمدرسة بياخد 7 ساعات بالكتير، يعني ناقص ساعتين أو 3 كل يوم. فالكلام ده بيتراكم أسبوع ورا أسبوع لحد ما تبقى عجز نوم كامل. والحل إن ميعاد نوم ثابت حتى في الأجازة والويك إند، وهدي الجو قبله بنص ساعة، إضاءة قليلة، صوت واطي، ومفيش شاشات طبعا. آخر حاجة ودي هتفاجئك لأننا بنعملها بنية حلوة تماما وفاكرينها بتبني ثقة الطفل بنفسه، وهي بتعمل العكس. كلنا بنقول لاولادنا انت عبقري، انت اشطر واحد، انت احسن واحد في الفصل. بنحس ان احنا بنزود ثقتهم، لكن العكس اللي بيحصل. مدح الطفل على انه ذكي او موهوب بيأذي الدافع بتاعه مش بيحسنهم. ليه؟ لانك بتعلمه ان قيمته في انه ذكي بالفطره، فاول ما يقابل حاجه صعبه او يفشل فيها بيستنتج انه ما بقاش ذكي، وبيخاف يجرب من الاساس عشان ما يخسرش اللقب ده. وفي مشكله اعمق في المدح المبالغ فيه. لما بنقول للطفل انت رائع، انت مذهل على اي حاجه، وكل حاجه بنبني له احساس مزيف، اول ما الواقع بيصدمه بيحس انه ولا رائع ولا حاجه زي ما اتقال له، فثقته بتنهار بدل ما تكبر. الحل امدح المجهود مش الموهبه. بدل انت عبقري قول انت تعبت في ده وبان، او حلو انك حاولت تاني لما ما ظبطتش اول مره. وخلي المدح محدد وصادق مش عام ومبالغ فيه. رسمتك دي الوانها حلوه احسن من ان انت اعظم فنان في الدنيا. كده بتبني له ثقه حقيقيه مبنيه على مجهوده مش على لقب بيخاف ان هو يبوظه.